تعتبر أنظمة الحكم الإقطاعية والجمهورية والديمقراطية هي أكتر أنظمة حكم استخدمتها الأسرة الحداشر في حكم مصر في عهد الدولة الوسطى. والنهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن أنظمة حكم الأسرة الحداشر في عصر الدولة الوسطى. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن سكان المدن من الطبقة الوسطى، وهنحس من الكتاب ده إن هو كتاب مليان بحيوية الناس دي. وهنلاحظ إن الناس دي في الوقت ده اللي هم السكان يعني كانوا متفرقين شيع سياسية، وما كانش دايما ان مستعدين في اي وقت ان هما يخلعوا الحكم الملكي ده. وهنلاحظ ان من ناحية تانية ان الملك ما كانش بيقدر ان هو يفرض الضرائب على اهل المدن دي، وكان ليه رغم كده عليهم نفوذ سياسي اقطاعي. فالقاضي مثلا كان يقدر ان هو يحضرهم امام محكمة ويحكم عليهم، على ان الملك مع كل ده ما كانش بيتردد ان هو يتدخل ويخضع الجمهور زي ما كان بيعمل ملوك الاسرتين الاولى والتانية اللي ارسلوا الحملات التأديبية للمدن، زي ما هنلاحظ ده في لوحة حجر بلرم. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن تكوين جيش الفرعون. ولما نيجي نتكلم عن المدن القوية اللي بيكون عدد سكانها كبير جدا واللي موجودة بالتحديد في منطقة شرق الدلتا، هنلاحظ ان الملك بيقول انها تقدم له خدمات كزمرة بسيطة. وبيقصد الملك من كلمة الزمرة ان المدينة بتقدم للملك فرق عسكرية من المجندين. وهنلاحظ برضو ان لما نيجي نتكلم عن نقوش امراء اسيوط، هنلاحظ ان النقوش دي بتذكر ان كان ليهم جيوشهم الخاصة. فالملك كان برضو ليه الجيش اللي بيهتم دايما بزيادته، وبيوصفه وبيقول عنه: جند جنودك بطريقة تجعل القصر يقدرك، وضاعف عدد رعاياك الذين تتخذ منهم أتباعك. وبيكمل حسب وصف الجيش كلامه وبيقول: ورع أن تكون المدينة مكتظة بجنود جدد مدة 20 عاما، والجبل غني مرتاح ليعيش حسب رغبته، وعلى ذلك استمر الأتباع يقدمون أنفسهم، ورئيس الأسرة يسترك في الخدمات مع أولاده. فهل الشيخوخة هي التي حاربت لأجلنا عندما جندت جنودي وقت تولية العرش؟ حاب عظمائك ومد محاربيك، وضاعف أجيال أتباعك، ومدهم في قوامك بالهبات من الحقول المجهزة بالماشية. ومن الكلام ده هنقدر نستنتج إن الملك كان بيجند من رعاياه رجال بيحملوا السلاح وبيهبهم انعامات وراثيه، يعني بيقدر ان هو يرفع من حياتهم معيشيه، وبكده بقوا اتباعه. والظاهر برضو ان كان عليهم واجبات ان هم يقوموا ليه بالحمايه العسكريه مده حوالي 20 سنه. والجيش ده كان بيقودوا مجموعة من الرؤساء بينتخبهم الملك نفسه ومن بين عظمائه، وكان بينتخبهم من أهل المدن. وما كانش فيه تمييز بين ابن الأسرة اللي هو ابن الشريف وبين الرجل الرقيق الحال اللي هو الراجل يعني اللي كان من الطبقة المتوسطة، بل كان بيختار الرجال دول حسب قيمتهم في السوق العسكري، وحسب قيمتهم المادية، وحسب قيمتهم العقلية. وما فيش شك ان الملك كان بيفرض خدمة عسكرية خاصة على سكان المدن، عشان كده كان بيقدر ان هم يخرطهم جوه فرق عسكريه من الفرق اللي بيتالف منها الجيش الخاص بيه. ومع ان مدن الدلتا كانت بتقدر ان هي يكون ليها استقلال ذاتي، الا ان هي كانت تابعه للتشريع الملكي ومدينه للملك ان هي تقدم له فرق عسكريه من المجندين، وكانت بتعتبر هي منبع القوه. عشان كده كان بيوصي خيتي ابنه ان هو ما يهملش المنبع ده. ومفيش شك ان المدن دي كانت بتطبق سلطان الملك او سلطة الملك بصعوبة شديدة جدا، عشان كان الالتزامات اللي كانت بتنجم عن الخضوع ده كانت بتسبب مشاكل وثورات كتيرة. عشان كده الملك كان شايف من بعيد المعارضة اللي بتنتظر ان هي تقوم على ابنه، والثورات اللي هتقوم على ابنه في المستقبل. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي اسلحة الملك اللي بيحارب بيها المدن اللي بتثور عليه. وحصل ده ازاي؟ ان المدن دي ما كانتش بتصور. فبيقول لان النيل لا يخطئ، فاذا اردت فانه لا يأتي الى هذه المدن. وده السبب اللي من خلاله بقت الضرايب في ايد الملك، ويقدر ان هو يجيبها او يجنيها من منطقة الشمال او من بلاد الشمال او من مدن الشمال. عشان كده غرست وتدخلت في القطر اللي اخضعته في منطقة شرق الدلتا، يعني بقيت مسيطر على شرق الدلتا من بداية حدود حبتو اللي هي بني حسن لغاية طريق حور اللي موجود على حدود شرق الدلتا. والقطر ده
اهل المدن المكتظة بالسكان هي تعتبر احسن البلاد في الوقت ده. وفي جزء تاني من الكتاب بيفسر لنا الملك ازاي كان بيقدر ان هو ينتهز الفرصة عشان يجبر المدن على الخضوع ليه، وده ان المدن كانت دايما بتحارب بعض عشان توسع نفوذ كل مدينة على حساب المدينة التانية. عشان كده كان بينتهز الملك الفرصة دي ويسيطر على المدن دي بعد ما بتكون انهكت بعضها عسكريا. فمن الطرق اللي كان بيستخدمها الملك في الاوقات دي انه مثلا هنلاحظ ان مدينة اتريب عشان تقدر ان هي تقهر مدينة اهناسيا اللي بيكون الملك حاضر فيها، بيقدر المدينة دي اللي هي اتريب ان هي تعمل سد ضدها، وهو سد موجود في عرض النهر، عشان تقدر من خلال السد ده ان هي توقف الملاحة وتجبر المدينة دي على ان هي تستسلم ليها وتخضع ليها. وهي نفس الطريقة اللي بيشير ليها الملك لما بيقول انه يقدر ان هو يمنع مدن من الثورة ضده، لان هو سيد النيل وانه بإرادته يجي النيل او ما يجيش لمدن الدلتا. ومن ده نقدر ان احنا نعرف ان فيضان النيل وسده كانوا هما الطريقتين الفعاليتين للسيادة على المدن دي. فالفيضان بيعوق زرع الغلال، وهو مادة التجارة لمدن الشمال، والسد بيمنع الملاحة نهائيا. والطريقة دي بيوصف لنا ملك الحرب اللي قدر ان هو يشلها على مدن الدلتا من خلال ان هو بيوصفها وبيقول: أقم سدا ضد نصف البلاد وأغمر النصف الثاني بالمياه، بما في ذلك مدينة أتريب اللي هي مدينة بنها في الوقت الحالي. والجمل دي رغم ان هي كانت مفصلة وموجزة، يعني كانت مختصرة، رغم ان ليها أهمية استثنائية بتبرهن ان المدن كلها كانت بتوقف حياتها على النيل، لانه الطريق ده هو اعظم طريق للتجارة، ومنها المدن دي كانت بتعيش، ومن خلاله بتقدر انها تحافظ على حريتها اللي موجودة جوه اسوارها، وبتحافظ من خلاله على استقرارها، وبتحافظ على الحكم الذاتي جوه المدن دي. ومن الظاهر ان تعاليم ميري كيرع ما سابتش اي مجال للشك في اهمية مدن الدلتا مدة العصر الاقطاعي، الا ان هي سهلت علينا فهم النظام اللي كانت بتعيش بيه المدن دي تحت كنف الملك. وبرضو اختلاف السكان ونشاطاتهم في النظام الاقطاعي اللي قدرت المملكة القديمة او الدولة القديمة ان هي تحول المجتمع من خلال النظام ده لمدن وقرى وضياع، بيقدر الاشراف والاحرار والعبيد ان هم يملكوا زمام الحكم ونظام الطبقات الوراثي اللي كان دقيق ومنظم اقتصاديا في نطاق ضيق جدا. وهنلاقي برضو ان المدن دي كانت مركز التجارة والملاحة، وقدرت من خلال النظام ده ان هي تكسر القيود اللي كان بيقدر الاشراف ان هم يضيقوا النظام عليها. وحوادث الثورة الاجتماعية اللي اندلعت في الفترة دي جوه المدن، ومن خلال الثورة دي حافظت لينا على واحدة من المصادر اللي بتعد في الوقت الحالي هي واحدة من اهم الشواهد والدلائل التاريخية اللي بتأثر في العصور المصرية كلها، واللي بتعرف في الوقت الحالي باسم تحذيرات متنبي. وفيها هنلاقي الشعب بيتخلص من الاشراف وبيخرب دواوين المساحة وبيتخلص من الملكية القديمة، والمدن قدرت ان هي ترجع استقلالها الذاتي اللي كان ليها من 1000 سنة سبقت العهد ده قبل ما يقدر الملك مينا ان هو يوحد مصر. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن نظام الحكم الجمهوري في مدن الدلتا. وكانت كل مدينة في العهد ده عبارة عن جمهورية ليها حكومتها الذاتية، وسكانها بيبلغ عددهم حوالي 10,000 مواطن بالغ، زي في مدينة بنها او في جمهورية بنها في الوقت ده بيقدروا ان هم يعيشوا احرار من غير اشراف بينهم، بس كان بيقلل راحتهم حياة سياسية شديدة ومتقسمة احزاب، وكانت محكومة زي ما كانت في عهد الملك مينا ب10 حكام في ايديهم السيادة والسلطة. والمدن دي كانت محوطة باسوار عالية جدا وليها جنود مرابطة بيسيطروا على الاراضي المستوية اللي بيحيطوا بيها، وبيقدروا ان هم يحافظوا على حرية المدينة واستقلالها الذاتي. والفلاحين اللي كانوا موجودين في الولايات الصغيرة دي كانوا بيقدروا ان هم يزرعوا القمح ويبيعوه للمدن اللي كانوا بيقدروا ان هم يصدروا ليها من خلال مياه النيل للاقطار الاجنبية اللي كانت مجاورة ليهم. وثروة المدن دي وقوتها كانت بتيجي عن طريق تجارتها اللي تم تسهيلها من خلال السفن اللي كانت بتجري في مية النيل، ومع ذلك
وكان لزام على المدن دي ان هي تخضع للاشراف الملكي برضه. وده بسبب ان المشاحنات اللي قسمت المدن دي احزاب صغيره خلتها تحت رحمه الملك وجارتها للخضوع التام ليه، عشان ما يقدرش من خلال او بطريقه معينه من خلال السود ان هو يغرقها او يمنع عنها النيل فيوقف الملاحه، وبالطريقه دي يقدر ان هو يعزلها عن باقي العالم ويخلي نشاطها التجاري هو قوام حياتها، ويعتبر بالطريقه دي مستحيل. ومع كده كانت السلطه الملكيه ما بتظهرش في المدن الا في امتداد تشريع محكمه الملك الاقطاعيه، وفي التزامات مفروضه عليها وامداد الملك ليها بالمجندين ممكن بالطريقه دي يقف، ويقدر الملك بالطريقه دي ان هو يعلن على الحرب ويبيدها بشكل نهائي. ودلوقتي هيبدا نتكلم عن اهميه تعليم خيتي في الانظمه الحكوميه، وهنلاقي لما بيتم عرض اللي قامت بيه الانظمه دي في الوجه البحري في العهد الاول الاقطاعي المصري ان تعليم ميريكا رع هنلاقيها ان هي بتحتل مكانه تاريخيه، وكانت المكانه دي تعتبر مكانه ممتازه بالنسبه للانظمه الحكوميه في الماضي او في الوقت الحالي. فهنلاحظ ان اللوحات اللي كانت موجودة من عهد ما قبل التاريخ بتثبت وجود الحكم الذاتي في منطقة الشمال قبل عهد الملك مينا، ووثائق الأسرة 26 بتأكد وبتبرهن على الصبغة الأصلية للمدن الصاوية اللي بدأت ان هي تظهر في الدلتا بعد العصر الإقطاعي الثاني، يعني في الأسرة 21 والأسرة 25. أما بالنسبة لتعليم الملك خيتي اللي وصفت لنا الحياة في المدن المصرية إن هي كانت حياة صعبة وقوية، فهنلاحظ إن هي بتأكد إن الحياة فضلت خلال 4000 سنة محور بيدور حوالين نظام الحكم، وبيرجع بيه لو اقتضى الامر لنظام الاقطاع مرة تانية في منطقة وادي النيل، وبيخلي المدن المتحضرة دي عبارة عن جزر بتقدر ان هي تتقدم من خلال التجارة والملاحة، وتقدر برضو ان هي تكتسب حرية ما بتختلفش كتير عن اللي كانت معروفة في مدن سهل اللومباردي والفيلراند في وسط المدينة الاقطاعية من القرن ال11 لغاية القرن ال15. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية نكمل كلامنا عن عهد الأسرة ال12، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.